حاجات مهمه قوي لازم تبص عليها لان هي هتفرق في ثمن السكوتر. زي ايه؟ طيب تعالى كده نشوف مع بعض. اول حاجه كده ابص عليها ان انا ابص على الكاوتش بتاعي، اشوف سواء في مثلا خروم، لو في خوابير، او مثلا لو هو ممسوح. تاني حاجه ابص عليها ابص على الجنط، هل في تنايات مثلا او هل في تعرجات. كمان ابص على الطنبوره لو فيها تجريح او لو فيها مثلا خدوش. اهم حاجه برضو ابص عليها في النظره العامه هي المساعدين، هل فيهم تسريب زيت مثلا، هل بيدبهم. ديت كده حاجات تقدر من خلالها ان انت تقيم السكوتر بتاعك وتاخد عنه نظره عامه. طبعا اللي احنا طبقناه على العجله الاماميه هنرجع نطبقه على العجله الخلفيه، وبرده نبص على الكاوتش، على الجنوط، على الطنبوره، وكمان على المساعدين. الخطوه الثانيه وهي النظره الداخليه. النظره الداخليه يعني ايه؟ يعني لما هفك الكرسي انا هبص على ايه؟ طيب هبص على طبعا على اول حاجه على الشاسيه. طيب هبص على ايه في الشاسيه؟ هبص على اللحمات، هبص على لو في شروخ او لو في مثلا كسور دقيقه. كمان هبص على جسم الموتور علشان اتابع لو في اي نوع من انواع تسريب الزيوت. اهم حاجه برضو لازم ابص عليها في النظره الداخليه هي الضفيره اللي هي اسلاك الكهرباء. يعني ابص فيها اشوف هل فيها مثلا وصلات او هل فيها مثلا تقطيع، لان كل دوت هيأثر عليا بعد كده وهيبين مشاكل فيما بعد. الخطوه الثالثه هي التجربه. طيب انا هجرب ايه في السكوتر؟ بمعنى اصح انا هجرب كل حاجه حرفيا في السكوتر، من اول الزراير لحد الموتور. يعني ايه بقى؟ يعني اول حاجه انا هجرب كل الزراير طبعا عشان اتاكد ان الكهرباء بتاعتي شغاله، ان الفوانيس شغاله، ان كل حاجه تمام. بعد كده هبدا اجرب الفرامل بتاعتي طبعا عشان اعرف ان هي شغاله وتمام وكله تمام. بعد كده هاخد السكوتر بتاعي اطلع بيه على الطريق وابدا ان انا اتابع السرعه بتاعته، السحب، العزم، والاهم من ده كله بقى اتابع الاصوات اللي خارجه من السكوتر ودوت. الخطوه الرابعه بقى عندنا هي الاصوات. يعني بمعنى اصح لازم اتابع كل صوت خارج من الموتور، اتابع مثلا هل لو في ترزيع، لو في تكسير، لو في دبدبه. في الحالات دي تعرف ان الموتور فيه حاجه. كمان اسمع برضو الاصوات اللي خارجه من الشكمان، لو الصوت مثلا تخين او لو الصوت مثلا مش طبيعي، الصوت عالي زياده عن اللزوم. فديت كلها اصوات انا لازم ان انا اتابعها عشان اقدر برضو اقيم السكوتر بتاعي واقيم الحاله بتاعته.